لنا الدكتور فهد شليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام. دكتور أهلا بك دائما معنا على شاشة الحدث. وإلى هذه النشرة نبدأ أولا بقراءتكم لهذه التطورات الميدانية في عدن، إلى ما ترجعونها، وهل لتوقيتها أي دلالات أو مؤشرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صراحة سعيد بالانتصار اللي حققته المقاومة الجنوبية الشعبية، وبالتنسيق مع الدولة ومع القيادة في الرياض، وهذا هو الموضوع تحدثنا عنه من زمان. احنا قلنا الإنزال هذه الجيبات الثقيلة الهمفي المدرعة هي نزلت بواسطة سفن أعتقد من الإمارات، وبالتالي أصبح هناك إنزال برمائي استخدمت على طول، عددها بالعشرات، فما بالك لو يكون هناك 200 أو 300 عربة مدرعة مثل هذه راح تأمن المنطقة. أيضا لاحظتي الجو العام من الفرح ومن ارتفاع المعنويات، هذا موجود وأدلل عليه بالمسجات والرسائل والجو العام. النقطة الثالثة، حتى الناس أصبح عندها حافز للمقاومة. هذا كله طبعا ينعكس أثره سلبيا على الطرف الآخر. راح نشاهد الآن انهيار في معنويات الحوثي، راح نشاهد صدمة، قلة تنسيق، تراجع للوراء، أو دعم لكن دكتور إلى أي مدى الاحتفاظ الاحتفاظ بهذا النصر هو ممكن؟ أنتم تتذكرون معنا أن الضالع شهدت تقريبا نفس هذا السيناريو، حررت تقريبا بنسبة كبيرة، لكن فيما بعد عادت ميليشيا الحوثي والمناصرين لصالح وعادوا ينتشرون فيها. عدن ستختلف بماذا؟ أنا أعتقد يجب أن يتم تأمينها أيضا من الداخل، وعدن الطريقين الرئيسيين أو محاور الاقتراب يجب أن تؤمن. الآليات اللي مثل هذه فعلا تساعد في التأمين، لكن مع وجود عنصر مدرع. لا أعتقد أنهم سوف يقومون بمحاولة، لأن هذه المحاولة انتهت. وجود الطيران الآن، أي حشد أو أي تحشدات تتجه إلى عدن تضرب، وخصوصا لما تقترب من أطراف المدينة أو من مفاصل الطرق. الأهم أن اليمنيين أو العدنيين يركزون على تأمين مناطقهم من التفجيرات، يحاول أن يؤمنوا الأمن داخل المدن، لأن خلق الفوضى داخل المدن في هذه المرحلة مرحلة حساسة، ويؤمنوا الميناء والمطار لكي تكون هناك عمليات إنسانية قادمة. وهذا هو المسلك اللي أنا شاهده، تأمين المداخل بالآليات، وتأمين الانفراستراكشرز، الإنشاءات، لكي تكون عمليات إنسانية لاحقة. لماذا الآن نتحدث على خطة محكمة، نتحدث على السهم الذهبي بعد كل هذه الفترة؟ هل ما صعب فيما قبل يسهل اليوم، وهذا يعود إلى ماذا؟ والله يمكن يا ريما نزل عليهم الوحي برمضان، من زمان المفروض هذه تعمل، لكن ونادى بها وطالب بها الجميع، لكن من زمان كنا نطالب، لكن أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. الآن أنا أوجه للمسؤولين أقول لهم: شفتوا لما نزلتوا 150 عسكري أو 200 عسكري ومدرعات كيف عملت فرق في الإعلام؟ أصبح لها صدى إعلامي كبير في معنويات الشعب، في الآن تأمين المطار، في اندحار الحوثيين. لو هذه من زمان يتم التنسيق لها، أو وجود قيادة على الأرض. وكنت أتمنى صراحة يا نائب الرئيس يا الرئيس، يا أن يقوم الرئيس بتحديد اسم معين يقود عمليات المقاومة الجنوبية بشكل كامل في المحافظات الجنوبية، وهذا من صلاحيات الرئيس أن يحدد اسم شخص ويكون متواجد على الأرض يمثل الدولة، يستقبل رؤساء القبائل ورؤساء الأحزاب ومجموعات الضغط والمسلحين، ويتعامل معهم تحت مظلة الدولة. لكن الآن قد تكون هذه بداية خير وبداية مبشرة، ويكون قائد للعمليات، فإن شاء الله يمكن الظروف تهيأت أكثر، التحالف استطاع أن يقدم دعم جوي كبير. نعم. دكتور، إذا ما سلمنا جدلا بأن المقاومة ستستعيد عدن بالكامل، هل ستكون هذه نقطة بداية لتمركز الحكومة ومنها لتسيير أعمالها، أو أن الحكومة يستلزمها ضمانات أخرى لتتواجد ولتعود اليمن؟ صحيح. والله شوفي أستاذ ريم، أنا أعتقد هناك حلول كثيرة
يعني هو الحكومة يجب أن تكون موجودة، إذا لم تكن موجودة يعملون مثل ما عملوا الكويتيين في 1991. الكويتيين بعثوا سمو ولي العهد الله يرحمه الشيخ سعد هذاك الوقت، وكان رئيس مجلس الوزراء، وجعلوه حاكما عسكريا للبلاد. فيتم وضع حاكم عسكري أو جهة ممثلة للدولة اليمنية الشرعية في عدن، ويكون من الجسم الحكومي نائب الرئيس، نائب وزير الدفاع، يعني يكون شخص سياسي، لا يكون رئيس الأركان، يكون شخص سياسي يضعون منصب لنائب وزير الدفاع أو وزير الداخلية، ويقود هذه الحكومة المصقرة إلى أن يأتي. القاعدة تقول أن الحكومة يجب أن تنتقل، صحيح. إذا لها أسبابها ومبرراتها يتم تعيين مشرف حكومي بدرجة وزير، بدرجة سياسية، لكي يتعامل مع هذا ويكون كحاكم عسكري أو كحاكم ميداني لهذه الأمور، وينسق نشاطاتها ويمثل الدولة. نعم، على كل التحركات على كل المستويات سنتابعها أكيد. نود شكرك جزيل الشكر دائما الدكتور فهد شليمي رئيس المنتدى الخليجي. لحظة ريما، أنا عندي لحظة بس دقيقة. إيه قل لي. اسمحي لي. جدا باختصار، أنا أشكر أول شيء كل شهداء المقاومة الجنوبية وأفتخر بعوائلهم، وأقول أولادكم يعني شهداء عند الله، وأفتخر أيضا بالجرحى، وأفتخر أيضا برجال الجنوب كلهم الذين وقفوا وسطروا هذه الملحمة وصمدوا خلال 3 شهور، وها هم النصر أتاهم من الله سبحانه وتعالى، فمبروك لهم وإلى الأمام، والله يوفقهم إن شاء الله. طيب، على كل نود شكرك الدكتور فهد شليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، شكرا لك.